دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الأحبة يا أهل مصر، رسالتي هذه حتى وإن كانت هي الأخيرة أقولها لله جل وعلا. رسالتي هي الحب بإذن الله جل وعلا. أوجه الرسالة الأولى إلى الإخوان المسلمين. أنتم أهلنا وأحبابنا، أنتم أهلنا وأنتم منا، لذا فإني أنصحكم من باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والحديث في الصحيح. من أجل هذه النصيحة أنصح أهلي، أنصح إخواني، أنصح آبائي، أنصح إخواني، أنصح أبنائي من جماعة الإخوان المسلمين الذين يرون التقارب مع هؤلاء ويريدون أن يفتحوها بوابة لدخول هؤلاء. أقول لهم إن هذا الشر لو دخل مصر، لو تمكن من مصر كما قال القرضاوي حفظه الله، لصارت الدماء في كل مكان ولتناثرت الأشلاء في كل مكان ولكانت مصر عراقا ثانية والعياذ بالرحمن. اسمعوا معي ماذا قالوا في مصر. وهؤلاء الصوفية الذين فتحوا بوابة لدخول هؤلاء، وأشكر الأجهزة المسؤولة حفظهم الله جل وعلا على أنهم فاقوا لذلك أخيرا وأمسكوا بقيادات بعض الطرقيين، وعندهم من الشيعة ما عندهم، ومن الأموال ما عندهم، ومن الحث والحض على الدماء ما عندهم، ومن حزب الله ما عندهم. المهم يا ابن مصر، يا من تعارض الزغبي، أقول لك خذها لله جل وعلا. فربما أنا أموت حينما أخرج من هذا المكان، وربما أموت الآن، وسأخذ بين يدي الرحيم الرحمن حافيا عاريا، لكني أنذر غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن ولي الأمر. كشف الأسرار 107 108. أقول إيه للمرتزقة؟ أقول إيه للي قاعدين ياخذوا، للي مجندين لهم 280 مليار من أيام الخميني لليوم على أساس ينشروا مصر، يجعلوا مصر فاطمية ثان، يجعلوها دماء، يجعلوها تفجيرات، يجعلوها نار. واحنا هنا انا كنت بخطب في طنطا عن اجرام هؤلاء، واخي من الاخوان المسلمين خطب خطبة عن حسن نصر الله على انه اله، ثم دعا على اهل السنة ودعا لحسن نصر الله. بالله عليكم اسال الله ان يتوب علي، اسال الله ان يتوب علي، ولذلك ابذل حتى لو اموت، ابذل في التبيين. هداكم الله. يقول المجرم: إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاكين والجائرين غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر. أيضا الخميني يعتقد أن فاطمة كان ينزل عليها الوحي، وأن عليا كان يكتب هذا الوحي، وأن الوحي هذا كان يتحدث عن الأمور الغيبية، حتى أنه كان يتحدث عن إيران وعن الخميني في عودته بالثورة وفي ذبح أهل السنة. استمعوا. ودل عليه نصر الله، يعني انت تدخلوه وتاكلوا، اخرتها ايه؟ الدين. عايزين تدمروا التوحيد والعقيده، مش كده وبس، على ابنائنا تجعلوها جثث، هتجعلوها دماء. وانا بقول للحكومه بعد ما كان التيار الصوفي بتظنوه تيار معتدل، انتبهوا، هم بوابه هؤلاء. يا ما حذرت والضغوط تاتي. اكتم يا زغبي، ما تتكلمش يا زغبي. هذا هو الحق ظهر والحمد لله. قال الخميني عليه من الله ما يستحق في خطاب ألقاه في حسينية جمران ظهر الأحد 2/3/1986، يوم 2 شهر 3 سنة 1986، عشان اللي راجع ورايا، بمناسبة عيد المرأة وهو يوم مولد السيدة فاطمة. يقول تعليقا على رواية وردت في كتاب الكافي للكليني، ما نصه: وإن فاطمة الزهراء، استمعوا لكلام هذا المخرف، وإن فاطمة الزهراء عاشت بعد وفاة والدها 75 يوما، قضتها حزينة كئيبة، وكان جبرائيل الأمين يأتي إليها. جبريل بعد موت النبي بينزل لها بالوحي، جبريل بعد موت النبي وانقطع الوحي، موت محمد صلى الله عليه وسلم. لا، يقول لك جبريل كان ينزل كل شوية لفاطمة. طيب تعال نشوف. كان جبريل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل، وكان الإمام علي يكتب هذه الأمور، يعني يكتب وراها. جبريل يمل فاطمة وفاطمة تمل علي رضي الله عن الاثنين.
التي تلقى لها من قبل جبريل. ومن المحتمل، شوف الخميني بيقول ايه، ومن المحتمل أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت إليها. كان حتى بكلمة عن إيران، اللي يحصل إيران ده عمر أشار إليها وقال يا ليت بيننا وبينهم جبال من نار، من نار. بل إنه اعتدى على النبي. الخميني هذا اللي بيبين انه بيحب النبي اعتدى على النبي. ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد بأن النبي لم يحقق الإنصاف الإلهي مع الله عز وجل. كلمة كفر. بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق الإنصاف الإلهي مع الله عز وجل. واحد يقول المصدر مجلة إمباكت لندن 24/1984، ومجلة إيشيا بلاهور باكستان عدد ذي الحجة 1404. يا جماعة أقول لكم إيه بعد كده؟ اسمعوا اللي جاي. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع أكسب الوقت. قلت بإذن الله جل وعلا. بل إن الخميني المصيبة اللي جاية هي بقى، يا ريت الحكام يسمعون، يا ريت الحكام يسمعون. هذه للحكام وللمحكومين جميعا، لأولياء أمورنا، صلى الله أن يهديهم إلى الصراط وأن يحفظهم وأن يبارك فيهم، وإلى جميع العلماء وإلى جميع أبناء السنة. اسمعوا يا جماعة. يقول السيد حسين الموسوي لما راح يزور إيران ذهب إلى هذا الخميني لتهنئته بالثورة الإيرانية بعد ما ذبح السنة. شوف ماذا يقول السيد حسين الموسوي، وبعدها قتلوه فجروه. ماذا يقول؟ قال السيد حسين الموسوي لما انتهى حكم آل بهلوي في إيران على إثر قيام الثورة الإسلامية، اسمعوها جدا، ركزوا، يا ريت تكتبوا ورايا، اكتبوها أهو. وتسلم الخميني زمام الأمور فيها. ماذا جرى؟ كان واجب التهنئة يقع علي شخصيا أكثر من غيري لعلاقتي به، لأن السيد حسين الموسوي كان أكثر واحد على علاقة بالخميني، وكان أقرب صديق للخميني، وأحب واحد للخميني. راح بقى العلاقة الوثيقة بالخميني. فزرت إيران بعد شهر ونصف. راح إيران بعد شهر ونصف يزورها. اسمعوا معي جيدا. يعني السيد حسين الموسوي قال هذا، انظروا، وربما أكثر من دخول إمام طهران المهم إثر عودته باريس، فرحب بي كثيرا، وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة آل البيت. أعتذر عن إكمال الموضوع وأقف عند هذا الحد.